مرحبا بكم في وزارة الداخلية. حبينا نعملوا البوان دو بريس باش نحاولوا نوضحوا لكافة وسائل الإعلام باش ما نطيحوش في بعض الإشاعات اللي سمعناها منذ البارحة وفيها بعض الأخبار اللي ما كانتش دقيقة أو خاطئة. العملية هي تقريبا صارت حوالي منتصف الليل حين حاولت أو قامت مجموعة إرهابية تتكون تقريبا من 20 إرهابي قامت بالهجوم على دورية للحرس الوطني قرب مفترق بولعابة حوالي 20 كيلومتر على مدينة القصرين. وقد أدى الهجوم إلى استشهاد 4 من أبطال الحرس الوطني، وهم العريف أول مهدي العبيدي 30 سنة متزوج، زوجته حامل أصيل فريانة القصرين. العريف أول عبد الوهاب النصيري 42 سنة متزوج وله ابن أصيل جم المهدية. العريف هيثم الشواري 25 سنة أعزب أصيل القيروان المدينة. العريف عمر الزلعيتي 25 سنة أعزب أصيل جلمة سيدي بوزيد، رحم الله هؤلاء الشهداء. كما قلت أدى إلى استشهاد الأبطال اللي سميتهم حاليا بواسطة فتح نار كثيف. وقد قامت المجموعة الإرهابية بالاستيلاء على الأسلحة. إثر ذلك تم توجيه دوريات أمنية وعسكرية لمكان العملية، وتتواصل حاليا عمليات التمشيط والمتابعة للمجموعة هذه العملية الغادرة تندرج في إطار محاولة الانتقام من عمل الوحدات الأمنية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة في المدة الأخيرة. هذه النجاحات التي بفضلها تم تفكيك العديد من الخلايا وإيقاف مجموعة أخرى والقضاء على عدد من العناصر الإرهابية، وآخرها عمليات القصف الناجحة وعمليات الإنزال والعمليات الميدانية التي قامت بها وحدات الحرس والجيش الوطني. هذه المجموعة نؤكد أن هذه المجموعة تلقت ضربات قاسية من وزارة الداخلية. القضاء على الإرهاب يحتاج نفس طويل من وحداتنا الأمنية والعسكرية، ويحتاج إلى تضحيات ودماء شهدائنا التي سالت زكية في سبيل هذا الوطن. وأؤكد أننا مستعدون للشهادة والموت في سبيل هذا الوطن، وكل قوات الأمن الداخلي مستعدة للشهادة. تؤكد وزارة الداخلية على عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره من وطننا، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك، معولة على درجة وعي المواطنين وتعاونها مع الوحدات الأمنية. وكذلك تؤكد الوزارة أنها معولة على عزم منتسبيها على حماية أمن بلادنا واستقرارها. وزارة الداخلية تؤكد أن لهذا اليوم غد قريب، وفيه سيكون الرد عنيف وسيكون هناك رد قاسي، والوحدات الأمنية وخاصة الوحدات الخاصة ستقوم برد عنيف وقاسي على هذه المجموعة الإرهابية. وكان لنا في كل مرة رد خاصة بعد كل هذه العمليات القاسية. هذا اللي حبيت نعطيه اليوم باش استسمحونا انه باش ما تكونش مش باش تكون بوان دو بريس طويله. كذلك نأكد أنه بتعليمات السيد رئيس الحكومة فما 4 من السادة الوزراء وزراء السيادة باش يتحولوا لمواكب الدفن تاع الشهداء في كل من ولاية القصرين، المهدية، سيدي بوزيد والقيروان. وكما قلت المهم أنه وحداتنا الأمنية متماسكة، ما نحبوش المواطنين والشعب التونسي. وأؤكد خاصة على تعاون وسائل الإعلام، نؤكد أنه ما نعملوش البانيك. الإرهاب يحاول أنه باش يعمل البانيك في بلادنا وفي وسائل الإعلام، ويحاول أنه باش يشكك في عمل الوحدات الأمنية. العمليات الأمنية والحرب على الإرهاب فيها خسائر، كل دول العالم تتكبد خسائر في حربها على الإرهاب، لكن أهم حاجة هو مواصلة العمل، الثقة في النفس. نؤكد أنه وحداتنا عندها ثقة كبيرة في نفسها على الرد على هؤلاء المجرمين، وما نحاولوش باش ناخذوا 2 ولا 3 أسئلة في ساعة. لا نلتزموا بالقصرين. بالنسبة للقصرين هناك نوع من الاحتقان بين الأمنيين داخل مستشفى القصرين، شنو عندكم على هذا بالضبط؟ أنا عطيت معناها نحب نكونوا في درجة كبيرة من الوعي.
مش مهم انك باش تسال سؤال، وسامحني مع كل احتراماتي ليك، انا قلت لك انه وحداتنا عازمه على الرد، ونعول على وسائل الاعلام انها باش تكون مش المهم راهو في بعض الاحيان انه باش نعطيه معلومه، احنا وحداتنا الامنيه في القصرين وفي الكيف وفي جندوبه وفي تونس وفي كل منطقه واقفه بالتعاون مع المؤسسه العسكريه وسترد على هؤلاء. تفضل. الرد القاسي كان كل مره يكون الرد على الارهابيين كان كل مره يكون قاسي، واكيد حتى المره هذه باش يكون، لكن كذلك لاحظنا وان هناك اكدت على دور اعلام وعمل اعلام، لكن لاحظنا امبارح وان هناك اعتداء على الصحفيين، 4 طواقم صحفيه من مؤسسات مختلفه. فين؟ هذا في القصرين في العمليه صار اعتداء على مراسل متوسط نسمه تيانا وزميله من التلفزه الوطني امام المستشفى، اكيد وانه لابد اذا كان باش يكون لا هذا غير مقبول، الاعتداء على الصحفيين هذا غير مقبول، وانا اقدم اعتذاري على الهواء مباشره. الاعتداء على الصحفيين غير مقبول، يمكن حاله البانيك اللي صارت واللي هي يمكن سالت السؤال او المشاكل اللي صارت تصير فيها بعض المناوشات، احنا كل توانسه فماش وسيله اعلام معاون امن ومواطن، الكلنا توانسه، الكلنا ضد الارهاب، حتى حد ما يشك انه في الحاضرين وفي الموجودين انه عنده تعاطف او ميل او باش معناه بكل حاجه انه باش يخدم الارهاب، لكن نحاولوا نكونوا مع بعضنا. احنا نعتذروا على اي اعتداء يصير على كل صحافي، واعتذر وهذا بصدق، ما نحبوش المشاكل هذه توقع، نحاولوا نتفاهموا كل المشاكل اللي تنجم تصير بعد ما يراوا زملائهم او معناها عمليات معناها كيف هكا، لكن نحاولوا انه ننقلوا الصوره الحقيقيه نتاع قواتنا الامنيه، لانه القوات الامنيه ما تمثلش احنا، راهي القوات الامنيه تمثلكم انتم وتمثل الشعب التونسي وتمثل الدوله التونسيه، وبارك الله فيكم وشكرا لكم. التلفزيون الايطالي الرائع، دونك انا عندي نارين وسكسون، فما امالغام يا اون بوليتيك معناها تحب تعمل تيروريزم على الاسلام، اي il n'y a pas une politique agressive معناها vis-à-vis de l'Occident pour expliquer ce qui se passe. انا جيت اكسبري نحبوا نفهموا لا ce qui est en train de se passer وشو اللي تعمل فيه معناها لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. انا نتبع فيك في التلفزه الى غير ذلك من برا، ولكن مرحبا بيك، وباش نتعاملوا مع كل الصحافه الاجنبيه وتنجم تربط بين السيد، وبارك الله فيكم. نعم هذه المجموعه تنتمي الى تنظيم عقبه بن نافع اللي هو موجود واللي نعلنوا عليه، واللي كما قلت هذه لا انا اعطيت المعطيات الصحيحه والدقيقه، ووقع استشهاد 4 ما عندناش اختطاف، العوان نتاع الامن العوان الحرس الوطني استشهدوا، ونأكد زاد على بعض المعطيات ونأكد على كل كلمه، خاطر فما لغالب وسيله اعلام كنت نشوف فيها منذ قليل عطيت خبر زاد خاطئ، ما نحبش نقولوا الخبر خاطر الاشاعه تنشر كي انا نعاود الخبر هذا، اما نأكد انه وراهم وقع معناه تبادل اطلاق النار، وقع استبسال في الدفاع، هم شهداء بلا ما نشوهولهمش صورتهم، فما معناها شكون حاول يشوه الصوره، هم شهداء ماتوا في الدفاع على تونس، نترحموا عليهم، نعزي عائلاتهم مرة أخرى، ونعزيكم انتوما، ونعزي نفسي وكل منتسبي القوات الأمنية، وإن شاء الله تونس تبقى لاباس بكم وبالشعب التونسي، ونأكد بكم راهو أنا تعرفوا شنو العلاقة الطيبة اللي وليت ما بين وزارة الداخلية ووسائل الإعلام، بالرغم من بعض المشاكل اللي هي تكون راهو فرديه، ونعتذر لك مره اخرى على كل الطواقم اللي صارت لها مشاكل، وكنا مع بعضنا باش نحميو بلادنا، وبارك الله فيكم.